ما تسافرش عشان 10,000 ولا 12,000 ولا 15,000 ولا 18 ولا حتى 20,000. يا شباب بلاش تسافروا عشان المبالغ التافهة دي. أنا عارف إن الشغل في مصر ما بيجيبش فلوس كتير، بس برضو الغربة ليها تمنها. الموضوع مش إنك تسافر وخلاص. خليك فاكر إن أنت عشان لما تسافر عشان 18,000 ولا عشان 20,000، فأنت هتصرف نصهم برا، أكل وشرب وسكن ومواصلات وعياد شخصية وكروت شحن تفهم، هتصرف نصهم. فيا اما تسافر عشان مبلغ يستاهل وتكون عارف ان انت هتوفر مبلغ يستاهل غربتك ويستاهل ان انت تسيب بلدك واصحابك واهلك وكده، يا اما ما تسافرش، يا اما تشتغل في مصر وفي شغل كتير في مصر. مش عشان كده بقول لك ما تسافرش، لا طبعا. السفر جميل، بس يكون سفر مناسب ليك، يكون سفر هتعمل منه حاجة، يكون سفر بمرتب يستاهل ان انت تتغرب عشانه، مش ان انا اسافر وخلاص. وانا قلت الكلام ده في كذا فيديو. والله ناس بتبعت لي كتير، بقالي 5 شهور متغرب ومش لاقي شغل، بقالي 3 شهور، بقالي 4 شهور عليا فلوس ومش عارف اشتغل عشان حتى اروح. ففكر قبل ما تسافر، شوف انت رايح فين وهتشتغل بكام. نصيحة بجد.